جايبه لكم النهارده بقى احلى جيلي كولا من قشر البطيخ. عملت احلى جيلي كولا من غير جيلاتين ولا اي حاجه خالص، بكيس جيلي بس، ولا اي حاجه بقى ايه مكلفه. ده كيس الجيلي ب 13 جنيه، وبقشر البطيخ اللي احنا كنا هنرميه اصلا. بصوا قشر البطيخ كده، انا كنت مقطعه بقى بالسكينه البطيخ، وكنت سايبه القشر كده في التلاجة لحد ما يدبل كده، والقشره اللي من ورا تبقى طريه، ورحت مقشره القشره الخضراء وسايبه كده البطيخ الابيض ده زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ جبت ميه كده ورحت حاط نازله فيها بالبطيخ كده، بقشر البطيخ، علشان هسلقه نص سلقه كده، وبعد كده هكمل سواه في الجيلي. هسلقه نص سلقه. حطيته بقى كده في الحله وغطيته بالميه، وجبت كوبايه سكر، كوبايه ميه، كيس جيلي، سلقته نص سلقه، ورحت مطلعاه كده وحط عليه كوبايه من السكر وهو لسه سخن، وكيس الجيلي، وكوبايه من الميه. وهرفعه تاني على النار لمده من تلت ساعه لنص ساعه، لحد كده ما يشرب الميه بتاعته كلها ويبقى لونه احمر كده زي ما شفناه في اول الفيديو. هنقلب بقى كده قشر البطيخ مع السكر مع الجيلي مع الميه كويس قوي، وبعد كده نرفعه على النار. الاول هنعلي النار لحد كده ايه ما يغلي في الجيلي، وبعد كده هنوطي عليه النار ونهديها. هنفضل على الوضع ده كده من تلت ساعة لنص ساعة على حسب طبعا الكمية اللي انت عاملاها. انا عاملة كمية كبيرة، والافضل ان انت تعملي كمان كمية اكبر من كده. يعني لو احتفظتي بقشر البطيخة كلها، انا دي قشر نص بطيخة، لو احتفظتي بقشر البطيخة كلها هيبقى حلو الكيس الجيلي. لكن لو هتعملي نص بطيخة زي حالاتي كده تحطي نص كيس جيلي بس. انا قلت بقى ايه، عايزة اعزز الطعم، ورحت حاطة الكيس كله. بصوا بقى هوريتكم كل الخطوات. بصوا كده وصل للدرجة دي، ورحت مدياله كده ايه نص معلقة ملح ليمون، او عصير نص ليمونة لو مش متوفر ملح الليمون. وهنقلب برضو كده، لازم ايدينا تبقى فيه ما نسيبهوش، لان هو ممكن يشرب المية كلها ويشيط مننا. فقعدت اقلب كده من كل فتره للتانية، ورحت جايبه كيس فانيليا نزلت بيه، يبقى انا كده حطيت عصير نص ليمونه وكيس فانيليا. وهنقلب برضو كده، هنكمل في التقليب علشان يعني ايه نبقى يعني متحكمين فيه تحكم كامل، يعني ما نلاقيهوش باظ مننا، ما لقيناهوش شاط. لازم كده ايه نقعد نقلب. بصوا بقى وصل للقوام ده كده، وقلت برضو لسه شويه كمان لما يشرب باقي الجيلي بتاعه. بصوا المفروض يشرب الميه كلها، بس انا حسيت ان هو خلاص كده استوى. بصوا بقى الدرجة دي، والمية بتاعته برضو مش هتترمي، احنا هنعملها جيلي، يعني هنعمل جيلي كولا وجيلي في نفس الوقت. رحت بقى جايبة كده مصفى ضيقة، ورحت دلقت فيه الجيلي كولا والجيلي. الجيلي طبعا هيبقى من تحت والجيلي كولا من فوق. والجيلي ده هصبه في كوبايات واحطه التلاجة لمدة 4 ساعات، وكلي بقى احلى جيلي. وهنا بقى ده كده سبته يبرد خالص، وبعد كده جبته كده. بصوا بقى طعمه تحفة والله بجد. عملته بالفراولة، ممكن تعمليه بالبطيخ، ممكن تعمليه بالاناناس، ممكن تعمليه زي ما انت عايزة بالتفاح. وجبته كده ورحت منزلاه في السكر الحبيبات، والعيال بقى اتهبلوا عليه، بقى بيخطفوه من بعض ويتخانقوا عليه. طبعا كيس الجيلي كولا ب7 جنيه، في عينات جيلي كولا. احنا عملنا كمية جميلة قوي من حاجة اصلا احنا كنا بنرميها. بصي بقى الجمال. ممكن لو عندك كيس بلاستيك تحطي فيه السكر وتحطي فيه الجيلي وترجيه، هتلاقيه ايه بقى اسهل من كده. بس انا حبيت بقى اعمله كده معاكم بالراحة. وهنحطه كده على طبق علشان برضو يتهوى ويبرد. وفي طريقة تانية، ده احنا كده كنا هناكله دلوقتي. في طريقة تانية لو انتي عايزاه مثلا يقعد عندك اطول فترة، ان احنا نجفف الاول القشر البطيخ في الفرن، يعني نرصه كده في صينية وندخله الفرن كده ايه، يعني ايه ينشف. او ممكن تنشفيه بفوطة، ممكن تنشفيه تحطيه في الفرن، تنشفيه في فرن البوتاجاز، وبعد كده تحطيه في السكر. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال. احلى كاندي ده ولا ايه؟ احلى جيلي كولا بجد يا جماعة. لو مش عايزة السكر حبيبات ممكن تطحنيه في المطحنة ويبقى بودر. بصوا بقى الحجم وبصوا الكمية. بصوا ده بقى اللي هدخله الفرن كده ايه علشان ينشف، وكان احلى واحلى من بالسكر.